طنطان تثبيت للهوية ورافعة للتنمية المستدامة شعار الدورة الحالية من موسم الطنطان الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اليوم الرسمي للتظاهرة التراثية الدولية شهد عروضا وفقرات ثقافية مستوحاة من الموروث الحساني الأصيل، وفود رفيعة المستوى وطنية ودولية تقدمها وفد وزاري من الطنطان. هذه متابعة حافظ محضار، جمال الخصاصي وعبد الرحيم حاج. لوحات استعراضية بساحة التسامح والسلم بضاحية طنطان تقرب الحضور من جوانب مختلفة من الحياة اليومية للرحال بالصحراء المغربية. عروض تقدم تباعا تختزل مظاهر التراثية بخصوصية فريدة. لوحات استحضرت طابع البداوة ومختلف أشكال التعبيرات الثقافية المتجذرة في الذاكرة والهوية الأصيلة لأبناء الأقاليم الجنوبية. موسم طنطان نعرفوا بالتراث ديالنا اللامادي، ليس فقط ديال هذه المنطقه. اليوم هي فرصه كذلك باش نعرفوا بجميع يعني بالتراث اللامادي الوطني المغربي، وبالطبع في نفس الوقت نعرفوا بالتراث الصحراوي المغربي. هذا الموسم ديال طنطان عنده كذلك واحد الدور ثقافي بالنسبه للمدينه كمدينه طنطان، او حتى الجهه ككل. ووزاره الثقافه بالطبع خارطه باش نزيدوا نقويو المجال ديال التعريف والدفاع، خاصة بهادشي اللي كنعيشوه على الصعيد الدولي من تحرش من طرف بعض الشركات الدولية أو للأسف حتى بعض الدول. فلهذا كنعتبر بأن هذه الأنشطة عندهم واحد الدور مهم جدا للحفاظ على هذا المجال الثقافي اللي عنده أهمية خاصة، ليس فقط في المنطقة في المفهوم ديالهم ديال الحماية، ولكن حتى في المفهوم ديالهم ديال المفهوم ديال الصناعة الثقافية والاقتصاد الثقافي اللي كاين وراء هذه الانشطه التراثيه اللي كتشوفوها اليوم. نحتفلوا بالموسم ديال طنطان اللي شحال هذه في حق ما تجمعنا فيه، وهذه طبعا ايضا مناسبه باش نتكلموا على المؤهلات ديال الجهه ديال طنطان. طبعا حنا اليوم كنتكلموا على المؤهلات الثقافيه اللي طنطان كل جهه اللي كتحامي على التراث المغربي، التراث الصحراوي. وطبعا اليوم كيف ما كتشوفوا كاين بزاف د الريح، فهذه ايضا مناسبه باش نذكروا بالمؤهلات الريحيه والشمسيه والطاقيه والطبيعيه ديال جهه طنطان. هذه العروض التراثية التي تؤثث فقرات اليوم الرسمي من موسم طنطان لم تغب عنها طقوس الاحتفالية التي تسم المجتمع الحساني في مختلف المناسبات والأفراح. أنماط اجتماعية تحتفظ بفرادة دفعت المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو منذ 18 سنة نحو اعتماد هذا الحدث الثقافي ضمن قائمة روائع التراث الإنساني العالمية. النسخة 16 لموسم طنطان المعروف أولا بانفتاحه على التراث المادي واللامادي للمنطقة، بانفتاحه على جميع القبائل الصحراوية، وأيضا بكونه مسجل اليوم كتراث مادي ولا مادي باليونسكو ومعترف به دوليا. نفتخر جميعا بإنجاز هذه النسخة، والتي تعتبر من النسخ الجد مهمة لأنها أيضا تحتفل بكل المنطقة وتحتفل بالصحراء كلها. وأيضا هي نسخة جاءت مباشرة بعد الكوفيد، بعد 4 سنوات التي لم تعرف يعني تنظيم هذا المهرجان. نتمنى إن شاء الله أن تكون له أو يكون له وقع جد إيجابي على المنطقة، لا من الناحية السياحية ولا من الناحية الثقافية. موسم طنطان بما راكمه من رصيد وإشعاع دولي نجح في تكريس توجهات المملكة التي انخرطت منذ سنين في حماية ميزات فريدة وغنى وتنوع روافد ثقافية أصيلة وتعبيرات تراثية راسخة في الذاكرة الجماعية. تظاهرة دولية تقدم اليوم نموذج يحتذى في صون وحماية مكونات أساسية من الهوية الثقافية للمملكة المغربية. تتعلق عروض ملتقى الرحل بموسم طنطان مرة أخرى في تقديم صورة معبرة عن خصوصية فريدة للموروث التراثي للصحراء المغربية الذي تمت المملكة بحمايتها صونا لرصيد التراث الوطني الغني والمتنوع. من ساحة السلم والتسامح حافظ محضار، جمال الخصاصي وعبد الرحيم حجي.